عايزة تبهري بقى ولادك وجوزك وحماتك وعيلتك وسلايفك، اللي يدخل عندك ما يصدقش ان انتي اللي عاملاه. تعالي اعملي الايس كريم الجامد ده. 3 مكونات بس، مش مكلف واحسن من المحلات بكتير وارخص كتير جدا جدا. نعمل كمية كبيرة بسعر قليل خالص ومن غير اي مجهود ولا طاقة ولا اي حاجة خالص. قبل اي حاجة تابع معايا الفيديو للاخر عشان نشوف مين اللي كسب معانا. ولو عايزين نكمل في موضوع المسابقات دوت قولولي رأيكم ايه في التعليقات. ويلا بينا نشوف طريقة الايس كريم الجامد بتاعنا. هنحتاج بقى يا ستي اي فاكهة موجودة عندك في الفريزر، يعني مش لازم نلتزم بحاجة واحدة. انا هنا استخدمت مانجا، طبعا انت ممكن تستخدمي اي حاجة، جوافة، فراولة، اي حاجة انت عايزاها. الثابت معايا كوباية لبن ساقعة متلجة وكيس كريم شانتيه، دول ثابتين. لكن الفاكهة هغيرها زي ما انا عايزة، بس لازم تكون مجمدة برضو، لازم تكون خارجة من الفريزر. الخلاط بقى، هنيجي للاستاذ الخلاط بتاعنا، هنحط الفاكهه بتاعتي. طبعا مرضتش استخدم كبه ومرضتش استخدم هاند بلندر ولا اي حاجه خالص عشان اعرفكم الموضوع سهل قد ايه. هنحط الفاكهه بتاعتنا في الخلاط. ما نضربش كتير في الخلاط، يعني نضرب شويه ونفصل، نضرب شويه ونفصل عشان ما نحرقهوش. ونقلب كده ما بين كل ضربه والتانية عشان يتضرب كويس. حطينا كوبايه اللبن بتاعتنا. هنحط كمان كيس كريم شانتيه. مش هنحط سكر خالص، ودي الخدعة بقى، معرفش بجد ازاي طعمه حلو قوي كده من غير سكر، لان الفاكهة اصلا فيها سكريات مفيدة. فاحنا ما نبوظوش بقى بالسكر اللي احنا هنحطه. فينفع كمان للناس اللي عاملة دايت لانه صحي قوي، وكمان امن على الاطفال، مفيهوش اي مواد حافظة ومفيهوش سكريات، فنضمن ان احنا بنديهم فاكهة طبيعية من غير اي اضافات. وكمان لبن، يعني احنا لو ركزنا هنلاقي ان ده فاكهة ولبن، يعني مفيش اي مواد حافظة ومفيش اي حاجة تضرهم. عاملينه في البيت ونضيف وطعمه كمان حلو قوي. عارفين انتوا الايس كريم اللي بيبقى سوفت في المكان ده؟ هو عامل شبه الايس كريم السوفت ده، بناعم وطعمه فيه نعومة كده. جربوه جربوه بجد، هيعجبكم قوي، احسن من المحلات جدا. هنحطه بقى في اي طبق، اي بولة، اي علبة بلاستيك، اي حاجة، اي حاجة موجودة عندك متاحة ان احنا ندخلها الفريزر. احنا فضيناه بقى معانا. هندخله بقى الفريزر، يعني المفروض بيقعد 3 ساعات. عنده 3 ساعات عشان يطلع ماسك معاكي. لو انت عايزاه مثلج قوي، ممكن بقى في اللقطة دي ممكن نحط قطع فاكهة. ممكن نكسر بسكويت ونحطه على الوجه كده ونفرزه معاه برضو واحنا بندخله الفريزر. قطع شوكولات، شوكولات شيبس، زي ما انت عايزة، يعني دي اضافات دي بترجع لك انت. اهو هندخله بقى الفريزر معانا لحد ما يمسك خالص. مش شرط يعني 3 ساعات، على حسب الفريزر بتاعك عامل ازاي. وهيطلع معانا زي ما انتوا شايفين. انا استعجلت عليه طبعا، ما قعدتوش 3 ساعات، اقل عشان التصوير وكده، لكن انتي ممكن تقعديه بقى اكتر بكتير. بصوا، جامد معانا، سوفت سوفت سوفت، يعني رهيب، حلو قوي. لازم تقومي تعمليه دلوقتي بجد، هتخسري كتير لو ما عملتوش. وقدمناه زي ما انتوا شايفين. ممكن بقى نحط له صوص كراميل، انا حطيت له صوص كراميل وصوص شوكليت. فدي حاجة ترجع له. تعالوا بقى نشوف مين اللي كسب معانا. اهو كسب معانا زهرة، وكسب معانا الاكونت التاني. تواصلوا معايا في الكومنتات علشان تقولوا الجايزة.